في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى أرضية ملعب الأول بارك. واجه النصر غريمه الاتحاد مواجهة حملت في طياتها كل معاني التحدي والثأر. بعد صفعتين موجعتين تلقاها الاتحاد من النصر، الأولى في هونغ كونغ في كأس السوبر، والثانية في ملعب الإنماء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سقط العميد أمام جماهيره وفي عقر داره. لكن الليلة كانت مختلفة. الاتحاد دخل اللقاء بروح الجريح الباحث عن الانتقام، فوقفوا لاعبوه صفا واحدا في وجه الإعصار الهجومي النصراوي الذي بدأ اللقاء بضغط رهيب بقيادة رونالدو وماني. النصر حاصر الاتحاد في مناطقه وهدد مرمى جروهي بأكثر من فرصة خطيرة، إلا أن الدفاعات الاتحادية كانت في الموعد صامدة ومقاتلة. وجاءت اللحظة المفصلية حين تلقى مدافع الاتحاد الجليدان بطاقة حمراء بعد تدخل قوي ليكمل العميد اللقاء بنقص عددي زاد من صعوبة المهمة، ومع ذلك لم ينكسر، بل على العكس ازداد الاتحاد قوة وصلابة، وكأنه استمد من الطرد روح التحدي ومن الجماهير طاقة البقاء. النصر واصل الزحف بكل ما يمتلك من نجوم وأسلحة هجومية، تسديدة تلو الأخرى وجدت جروهي في الموعد. صافرة النهاية جاءت إعلان صريح: الاتحاد يعود من جديد، عاد من بين الركام ليثبت أنه مهما خسر يظل العميد لا يموت. انتصار بطعم الكبرياء ورد قوي على الهزيمتين السابقتين، ليعلن الاتحاد أن روح النمور لا تروض مرتين.